السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالنا واحد محترم كده كان بيسأل في الكومنتات. الحمام ينفع يبقى مشروع؟ اه ينفع يبقى مشروع، بس انت شوف انت عايز تبدأ في ايه. هو مشروع مربح جدا، مش ربح قليل. هو بس انت تبيع الحمام بطريقة كويسة وتفرغ زغلول بصحة كويسة، هتبيع ان شاء الله وهتكسب منه وهتاكل عيش كويس. ازاي ابدأ مشروع؟ انت شوف عايز تبدأ مشروع في حمام للأكل ولا حمام للطير ولا حمام غالي. طب انا الافضل يعني ابدأ مشروع ازاي؟ الافضل ان انت تبدأ لو حمام للأكل ابدأ في اللحم الفرنسي او البلدي التقيل او كريزليات اجسام محملة اللي هم الكبار اجسام ضخمة، او خليط. شوف عايز انت ايه بالظبط، وعشان تعرف تسوق الحاجة لازم تفرغ زغلول كويس، وزغلول مش يعني ايه سهل، ما تتعبش نفسك. طبعا دي كلها عايزه دراسه وهنعملها لك برضو في فيديو، بس يبقى الافضل انت داخل عارف انت عايز ايه، مش مجرد واحد بجيب حمام ارميه في مكان واقعد ارمي له اكل وشرب. ممكن يمشي معاك الدنيا بس مش تمشي معاك صح ادام انت مش بادئها صح. لو هتبدا لحم فرنسي، اللحم الفرنسي هو اكتر حاجه شغاله دلوقتي. تجيب لهم كلفتهم وتجيب لهم دنيتهم وتعمل دراسه جدول 10 رصوص مثلا، ما تبداش بكميات كبيره عشان ما تخسرش. لو انت لسه بتتعلم ابدا بخمس اسس 10 اسس وربنا يزيدك ان شاء الله وتظبط الدنيا تمام. او البلدي او الكلام ده كله الدنيا بتاعته سهله يعني. بتظبط مكان كويس، مكان نضيف، مكان فيه عيون كويسه، بتحضر طواجن كويسه، بتاكل كويس. ولو اي حاجه وقفت معاك اسالنا في الكومنتات وان شاء الله هنوفر رقم للواتس وتسالونا وهنبقى معاكم في اي وقت. وكل ده لله، احنا مش عايزين حاجه من حد، احنا بنعمل حاجات ديت لله. واستنونا في كل جديد ان شاء الله، وان شاء الله يبقى مشروع مربح عليكم لو بداتوا فيه، وربنا يزيدكم يا رب. السلام عليكم.